هو انت بجد هتسيبي شغلك عشان تصوري كام فيديو على يوتيوب؟ وقتها السؤال ده كان منطقي جدا، لان انا نفسي ما كنتش عارفه انا هوصل لايه من الفيديوهات دي. من وانا في الكليه وانا بحاول اشتغل ريموتلي كده في البيت، بس بعد ما اتخرجت اشتغلت كذا حاجه، منها فتره مدرسه انجلش ومنها فتره كاستمر سيرفيس، لحد ما قررت اني مش هكمل وهدي تركيزي ده للحاجه اللي بحبها، وهي التصوير على يوتيوب، او اني ابقى موجوده على يوتيوب اصلا. بس لما سبت الشغل وركزت اكتشفت ان الموضوع واحده واحده بدا يظهر لي نتائج. يعني شويه الاقي ناس بتتابعني غير اهلي واصحابي، بعدين الاقي نفسي قربت انضم لبرنامج شركاء يوتيوب، وده اللي منه بقى بيجي لي ربح، اللي خلاني اغير كل المعدات اللي عندي. لازم اطلع فيديو حلو، فلازم اتعلم مونتاج احسن. غيرت طريقه تفكيري من غير ما تاخدوا بالكم. يعني مثلا انا في الاول كان صعب عليا قوي ان انا اتكلم بصوتي، لقيت بعد فتره حد كاتب لي كلام عن صوتي من غير حتى بطلب. يوتيوب خلاني اقتنع ان انا ممكن اعمل ثروه، بس مش بس فلوس، في جزء تاني هو انتوا. حاجه انا معرفتش اعملها في الحقيقه، ان اعمل صحاب مهتمين بنفس اهتماماتي علمني معنى كلمه ابداعك ثروتك.